السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر. السلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم المنيسي طالع وبيتكلم على صفقة بن رمضان وقال إن هي خلاص في طريقها للحسم، فاضل رتوش أخيرة فقط هي اللي هتحسم الصفقة بنسبة كبيرة. في تنازل من بن رمضان عن مبلغ مالي مقابل إنه يتم الصفقة والانتقال للنادي الأهلي. في حالة إتمام الصفقة دي هتبقى على حساب علي معلول اللي مش هيتم قيده في النصف الأول من الموسم بسبب طبعا الإصابة اللي جات له. وهيتم المفروض طبعا في الموسم في النصف الثاني من الموسم هيبحثوا ساعتها ويشوفوا المكان هيعملوا فيه ايه اللي هيبقى زيادة، لأن ده كده هيبقى خامس لاعب وهيبقى علي معلول هو اللي زيادة في الوقت ده. وبالنسبة طبعا للصفقات المحلية، عمر الساعي برضو في طريقه ان هو يخلص بسبب اصرار اللاعب وانتمائه واخلاصه ان هو يرجع ناديه اللي اتربى فيه النادي الاهلي. بالنسبة للمنتخب لسه في برضو انضمام اللعيبة عامل صداع مع مع الكولر ومع النادي الاهلي في حتة انضمام اللعيبة قبل 3 ايام من ميعاد الأجندة الدولية. أتمنى إن الأهلي يصر على كلامه واللعيبة تروح في ميعادها بغض النظر عن موضوع إن هم يروحوا بدري، لأن أنا مش فاهم هو ملوش علاقة أصلا هيروحوا بدري يعملوا إيه، وفي الآخر هيستنوا اللعيبة المحترفين اللي هيجوا في ميعاد الأجندة الدولية. إيه بقى لازمة إن اللعيبة تروح قبل الميعاد؟ مش عارف في سبب. الكلام ده كان زمان قبل ما يبقى فيه محترفين عشان بيعملوا معسكر ويقعدوا يتدربوا مع بعض وي 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 الكلام ده كله. طيب في حوالي 4-5 لعيبه محترفين دول مش هيبقوا موجودين ودول القوام الرئيسي للمنتخب. في الحاله دي انت هتعمل ايه كمدير فني المنتخب؟ هو يعني بحس ان هم بيقلدوا وخلاص، زي ما كان جوهر الله يرحمه بيجيب اللعيبه بدري، هم عايزين لعيبه بدري وخلاص مش اكتر. لكن هم مش فاهمين يعني بيقلدوا وخلاص من غير داعي. لكن الجوهري كان عنده اسبابه، بيجيب اللعيبه بدري عشان يتاقلموا عشان يقدر يحفظهم جمل معينه الكلام ده كله. بس الكلام ده لما بيبقى كل الفرقه موجوده كل المنتخب موجود، مش نصه اللي هو المحترفين مش موجودين. فانا شايف ان الاهلي لازم يصر على موقفه.